أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء بالمحاضرة الثامنة من علم الثرمودايناميك. طلابنا الأعزاء، اليوم راح ندرس الكيمياء الحرارية. الكيمياء الحرارية وتهتم بالتفاعلات الماسة والباعثة، فد موضوع سهل، وإن شاء الله راح نتطرق للمسعر، بعض مسائل المسعر وبعض الشرحيات على المسعر راح نجي ناخذها كليتها بالتسلسل إن شاء الله. شباب، عندنا الكيمياء الحرارية. أول ما نجي تعريف ما له أي نصيب بالوزاري، هذا التعريف. هو علم يهتم بالنسبة للكيمياء الحرارية، تعريفها هو علم يهتم بدراسة كمية الحرارة الممتصة والمنبعثة، ما بيفد تفسير. هو علم مختص بشغلتين او شغلة واحدة بالكيمياء الحرارية او بالحرارة الممتصة والمنبعثة، يعني ما عنده شغل وعمل غير بس كمية الحرارة الممتصة والمنبعثة بالتفاعلات. يعني شلون؟ يعني هسه انا عندي مثلا فد تفاعل ما، حرقت فد شيء، حرقت فد ورقة، اريد اعرف كمية الحرارة الممتصة او المنبعثة، اللي هي احنا لما نحرق شغلة تصير منبعثة. قبل اروح اجيب الكيمياء الحرارية تقول هاي شغلتي، شنو شغلتها؟ تعرف ان كمية الحرارة الممتصة والمنبعثة بالتفاعلات الكيميائية. شباب، عندنا ملاحظات هاي لازم نجي ندرسها هي على موضوع الحرارة. ملاحظات هاي هواي راح تفيدنا، خلينا نجي نشوفها. بالنسبة للتفاعلات، طلاب، عندنا تفاعلات نوعيتين بالكيمياء الحرارية مثل ما قلت لك هسه. هو علم يهتم بدراسة الحرارة المنبعثة أو الممتصة أو الممتصة والمنبعثة. هاي بالنسبة شنو التفاعلات المنبعثة والتفاعلات الممتصة. التفاعلات هنا نكتبها من التفاعلات الممتصة وهنا المنبعثة. طلاب العيني، عندنا نوعيتين من التفاعلات، لا تخافوا لا تجفل، سهلات بسيطات وما تجيك مقارنة. هاي بس انت راح تفيدك بالفهم مال المادة، البقية لازم تفهم هاي التفاعلات الممتصة والمنبعثة حتى تفهم المواضيع الأخرى. يعني ما يجيك هذا السؤال يقول لك قارن بين التفاعلات الممتصة والمنبعثة، يجيك أنت تحتاجه بمسائل أخرى وبمواضيع أخرى لازم تفتهمه. موضوع جدا مهم، يعني احنا نعتمد عليه غالبا. شوف شباب، التفاعلات الممتصة شلون نعرف هذا التفاعل الممتص؟ على سبيل المثال A زائد B نطاني C، على سبيل المثال هنا يهمنا A زائد B شنو نطاني C. تمام؟ على سبيل المثال شوف شباب، هذا التفاعل اعرفه باعث او ماس من خلال 3 شغلات. اولا التفاعلات الممتصة اذا نطاني دلتا اتش موجبة. اذا شفت قلت لك دلتا اتش بذيك المحاضرة شنو يعني انثالي بالتفاعل. اذا نطاني دلتا اتش موجب دلتا اتش طلعت لي شنو؟ موجبة. يعني شنو موجبة؟ مثلا نطاك اياها 6 كيلو جول، موجب 6 كيلو جول. فاذا التفاعل مالتي شنو؟ ماس للحرارة، هي مبينة موجب اثنيناتن بيها حرف يبدن ماس، موجب ماس. اذا التفاعل مالتي اذا نطاني قيمة دلتا اتش الى موجبة، فالتفاعل مالتي ماس، العفو، خير على خير.
واذا نطاني شوف هنا التفاعلات المنبعثه، هنا الدلتا اتش مالتي شو تصير؟ اذا جتني سالبه فالتفاعل مالتي باعث. هاي اول طريقه نعرف من خلالها التفاعل ماس او باعث. تمام. اذا كانت دلتا اتش موجبه فالتفاعل ماس، موجب ماس، اثنيناتهم يبدأون بحرف الميم، اذا السالب شنو؟ باعث، مبينه. واذا كانت دلتا اتش سالبه فالتفاعل مالتي شنو؟ باعث للحراره. هاي اول طريقه. الطريقه الثانيه هي مو طرق، اشكال، ممكن تجيك بهذا الشكل، ممكن يعطيك قيمه دلتا اتش انت من خلالها تعرف التفاعل مالتك ماس او باعث للحراره، او من خلال المعادله الكيميائيه. مثلا هو هذا نفسية التفاعل A زائد B زائد طاقه ايش نطاني؟ نطاني C. تفاعل لا على التعيين. شوف وين كتب لي الطاقه؟ الطاقه بيش؟ بالمتفاعلات. وين كتبها؟ بالمتفاعلات. شباب خاف واحد ما يعرف المتفاعلات شنو هي؟ المتفاعلات اللي هي قبل السهم، يعني مادتين راح يتفاعلن ينطيني نواتج. تمام. المتفاعلات اللي هي قبل السهم، فهذه وين القى الطاقه؟ بالمتفاعلات. بالمتفاعلات يعني وين؟ قبل السهم. او ينطيني الطاقه وين؟ هنايا بالباعث، ينطيني اياها ورا السهم. A زائد B شو ينطيني؟ ينطيني C زائد طاقة. دير بالك مرات ما يكتب لك اياها طاقة، يكتب لك اياها انرجي. تمام. مرات ما يكتب لك اياها طاقة، يكتب لك اياها انرجي، اذا هي نفسيتها طاقة. شباب يعني هسه شغلتين نقارن بيناتن او نعرف هذا التفاعل مالتي ماس او باعث. اذا كان ماس للحرارة اما دلتا اتش موجبه بوعى التفاعل، اذا دلتا اتش موجبه فالتفاعل ماس، واذا دلتا اتش سالبه فالتفاعل شنو؟ باعث. اذا كتب لي الطاقه بالمتفاعلات فاذا التفاعل شنو؟ ماس، واذا كتب لي الطاقه بالنواتج فاذا شنو التفاعل مالتي؟ التفاعل مالتي باعث للحراره. شوف شباب هنا تقدر تميز بيناتن. شلون خاف واحد يقول ما يميز؟ كلية الميم موجب، من شفتها موجب دلتا اتش يعني ماس، متفاعلات، ثلاثة بيا حرف، ثلاثة بحرف الميم، موجب ماس متفاعلات، موجب ماس متفاعلات، موجب ماس متفاعلات. اما اذا جتني دلتا اتش سالبه او الطاقه بالنواتج فهذا التفاعل مالتي شنو؟ باعث للحراره. باعث للحراره. اكو مرات يخدعك. شوف ينطيك ايش تفاعل. خلنا نجي نشوف على سبيل المثال، خلنا نكتبه هنا. شوف شباب ينطيك مثلا A زائد B C زائد 6 كيلو جول. شباب بدنا نشوف قيمة، هاي قيمة من؟ هاي نفسيتها طاقة. نفسيتها شنو هي؟ نفسيتها طاقة. طاقة بس كاتب لك اياها شنو؟ كاتب لك اياها بلغة الارقام. لا يخوفك، لا يخوفك، ما يخوفك، ما يقدر لك. انت من نشوف كيلو جول 6 او 7 او 8 او 9 اعرفها هاي طاقة. طاقة وين موجودة؟ موجودة وين؟ بالنواتج. من موجودة بالنواتج يعني شنو؟ يعني التفاعل مالتي باعث. وصلت لو ما وصلت؟ اعيد؟ شبابنا مرات ينطيك قيمة للحرارة. احنا مو قلنا مرات ينطيني هنا طاقة بس مجرد كاتب لي طاقة وخلاص. مرات ما يقول لك طاقة، يقول لك قيمتها مثلا 7 كيلو جول، 7 كيلو جول، 10 كيلو جول، 15 كيلو جول، ما يهمك ما يخوفك. انت من شفت الكيلو جول شوف لي الرقم صاير بالنواتج لو بالمتفاعلات. اذا كان بالنواتج فاذا التفاعل مالتك باعث، واذا كان بالمتفاعلات فالتفاعل ماس.
ليش بالمتفاعلات ماس؟ لان قلت لك اثنيناتن بحرف الميم، ميم موجب ماس متفاعلات، موجب ماس متفاعلات، هذن الموجب ماس، متفاعلات هم ماس. وصلت؟ هذن ثلاث شغلات تقدر من خلالهن تعرف التفاعل مالتك باعث للحرارة او ماس للحرارة. وصلت؟ شوف التفاعلات الباعثة دلتا اتش تكون موجبة، والتفاعلات الماصة دلتا اتش سالبة. التفاعلات الماصة الطاقة تكتب وين؟ بالمتفاعلات. التفاعلات الباعثة الطاقة وين تكتب بالنواتج. وقلت لك ممكن ما يقول لك زائدا طاقة، ممكن يقول لك زائدا انرجي، ممكن يقول لك زائدا انرجي. الانرجي هي نفسيتها طاقة، يعني خاف يخدعك. ممكن ما يقول لك لا زائدا طاقة ولا زائدا انرجي، ممكن يعطيك اياها بلغة الارقام، مثلا زائد 10 كيلو جول، زائد 7 كيلو جول، زائد 8 كيلو جول. زين، اكو واحد يسأل يقول هسه على سبيل المثال هاي استاذ مو زائد، غير المفروض التفاعل مالتي ماس هذا باعث بالنسبة للتفاعل باعث، لان وين كتبت الطاقة بالنواتج؟ اقول له هنا ما تأثر عندك بعد القيم السالبة او الموجبة، ما تأثر. ليش؟ لان هو انطانيها بالنواتج، يعني نجت الطاقة، نجت طلعت برا الطاقة، طلعت خارج، يعني ما تأثر عندك الموجب والسالب هنا. خلينا نروح للملزمة ونشوف ايش حاطين عليها احنا. احنا هنا حاطين عليها، احنا قايل لك ملاحظات يمكن ان تعرف التفاعلات ماصة اذا كانت قيمة دلتا اتش موجبة، او اذا كانت الحرارة بالمتفاعلات. حاطي لك اياها بالتفصيل، يعني اذا كانت الحرارة قبل السهم بالمتفاعلات قيمة دلتا اتش موجبة، ترى ما يجيب لك يعني اثنيناتن، مستحيل يقول لك هاي هنا يكتب لك زائدا حرارة وينطيك دلتا اتش، مستحيل ينطيك بس واحدة بيناتهم، مفتاح واحد ينطيك. اذا كانت قيمة دلتا اتش موجبة فالتفاعل ماس، واذا انكتبت الحرارة بالمتفاعلات فاذا هذا التفاعل مالتي ماس. شوف شباب، شوف مثل ما قلت لك هنا ممكن ما يكتب لك اياها طاقة، ممكن يكتب لك اياها مثلا زائدا 7 كيلو جول، ممكن ما يكتب لك زائدا 7 او 8 او 9، ممكن يقول لك زائدا انرجي. تمام؟ انرجي ممكن يكتب لك اياها زائدا انرجي، او ممكن يكتب لك اياها رقميا يتعامل وياك بلغة الارقام، وارد جدا. انت لما تشوف هنا اما انرجي او 7 كيلو جول او قيمة او قايل لك حرارة او قايل لك طاقة، فاذا هذا ماس للحرارة. واذا كانت قيمة دلتا اتش موجبة فاذا التفاعل مالتك همينه باعث للحرارة، العفو ماس للحرارة. يعني التفاعل، شوف يقول لك يعني التفاعل يحتاج الى حرارة لكي يحدث. التفاعل يحتاج الى حرارة، يعني يمتص حرارة يلا يحدث. استاذ مثلا شنو؟ انا دائما اضرب لكم الامثال البسيطة. مثلا عندك قطعة من الثلج تريد تروح تنصهر، تريد تروح تصهرها، تروح شو تسوي لها؟ تعرضها للحرارة، راح تمتص حرارة، وش تنطيك؟ تنطيك ماء سائل. تحتاج حرارة يلا تنطيك ماء سائل. يمكن ان تعرف التفاعل باعث اذا كانت قيمة دلتا اتش سالبة او الحرارة بالنواتج. شوف شباب، اذا كانت قيمة دلتا اتش سالبة فالتفاعل شنو؟ التفاعل مالتي باعث طارد للحرارة، يطرد الحرارة. اذا كانت قيمة دلتا اتش سالبة، اذا نطاني الانثالبي سالب، فاذا التفاعل مالتي شنو؟ باعث للحرارة، دا ينطي حرارة، دا يخرج من عنده حرارة. او تنكتب الطاقة وين؟ او تنكتب زائدا حرارة وين؟ بالنواتج. بالماس كانت وين تنكتب؟ كانت تنكتب بالمتفاعلات. وقلت لك ممكن ما يكتب لك حرارة، ممكن يكتب لك زائدا طاقة، وممكن يكتب لك انرجي، وممكن يتعامل وياك بلغة الارقام. خليها ببالك، هاي بسيطة ان شاء الله. كيفية كتابة مخطط الطاقة.
انا نعطيك 3 ملاحظات او 4 لان الثالثة تتقسم الى قسمين وراها راح نجي نشتغل عليهن. شباب ها كيفية كتابة مخطط الطاقة. طبعا هذا ما له حظوظ بالوزاري، بس احنا نقول شنو ممكن يباغتونا، احنا نفهم المادة من الجلد للجلد. حتى شنو لما اروح اطب، لما اطب بالامتحان مسيطر رافع صدري ومرتاح. ليش؟ لان ما عايف شيء، ما عايف شيء. اذا كانت شوف شباب، اذا كانت التفاعلات باعثة، احنا قلنا الباعث شلون نعرفه؟ نعرفه من 3 شغلات، اما يكتب لي دلتا اتش سالبة، او يكتب لي الطاقة بالنواتج، او يكتب لي زائدا انرجي، او قلت لك زائدا فد قيمة معينة من الارقام. شوف شباب يقول لك اذا التفاعل باعث للحرارة توضع المتفاعلات فوق والنواتج تحت. يعني شلون؟ شوف اذا كان التفاعل باعث للحرارة توضع المتفاعلات فوق والنواتج تحت. هسه راح اجيك. اذا التفاعل ماس للحرارة نوضع النواتج فوق والمتفاعلات تحت. يعني شلون؟ شوف المتفاعلات لي جوا والنواتج لي فوق. انا ما جاي ادقق لك بيها لان عندي لك فد مفاجأة هسه. السهم دائما متجه من المتفاعلات الى النواتج. هذا بالنسبة للسهم هذا ثابت، متجه من المتفاعلات الى النواتج، من المتفاعلات الى النواتج. اذا كان التفاعل باعث للحرارة فانه تخرج من السهم التفاعل، يعني دلالة على انه التفاعل طلع. التفاعلات الماصة فان الحرارة تدخل مع السهم. شوف شباب خلينا نجي ناخذ هذا المثال. خلينا نجي ناخذ هذا المثال. وين ناخذه؟ ناخذه بالسبورة. شوف يعني شباب خلينا نجي نشوف شلون نميز بيناتهن وشلون نفرقهن. انا حكيت لك يعني بسرعة هناك بالملاحظات حتى ما اريدك تحفظ حفظ حتى تفهم فهم. شوف شباب على سبيل المثال A زائد B ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني C، سهم C. شوف شبابنا هنا على سبيل المثال همينه A زائد B ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني C. هنا راح يقول لي زائدا على سبيل المثال طاقة، حتى ناخذ المثالين. وهنا مثلا راح يقول لي دلتا اتش موجبة. راح يقول لي ارسم مخطط الطاقة للتفاعل الفلاني. انا اعطيك 4 امثلة او 5 هسه راح نجي ناخذ همينه نشوف شلون يجي. ارسم المخطط الطاقة للتفاعل الفلاني، مثلا A زائد B نطاني C. شباب اول ما تقول لك ارسم مخطط الطاقة تيجي ترسم بايتين درج، اعتبرهم بايتين درج، هاي باي وهاي باي. استاذ البايات شلون يصيرن؟ هيك صار على شكل مربع. هذني بايتين درج شباب. دلتا اتش ماصة. شوف ماصة يعني شنو؟ يعني احتاجت طاقة حتى شنو؟ حتى يصير عندها طاقة اعلى. مو تمام؟ هيك تفسيرها بالعامية؟ اي يعني هذا هسه لو نجي انا وياك نفسر، خلينا نفسر الحكي بيناتنا حتى ما تحفظ. هذا طاقته اعلى لو هذا، شو تقول انت برأيك؟ انا اقول هذا. زين استاذ ليش؟ لان هو هذا ليش ماص طاقة، اكتسب طاقة، جته حرارة حتى شي تحول، حتى تحول الى هذا. فاذا هذا شكله قبل ما ياخذ طاقة وهذا شكله بعد ما اخذ طاقة. زين استاذ هاي افتهمناها. شلون افتهمناها؟ افتهمناها انه لان التفاعل ماس للحرارة
المتفاعلات كانت بها برودة، تمام. وش تحولت الى نواتج. هاي شو وقت بس بالتفاعلات الباعثة. استاذ ما افتهمت، راح اعيد لك هنا. شوف لي جوا شباب، شايفين ال H2O؟ ال H2O شنو؟ الماء. هنا شي جاني بحرف اس يعني صلب. هنا صار H2O شنو؟ سائل. يعني بين قوسين ايش صار عندي؟ شوف هنا ثلج زائدا طاقة. ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ماء. شباب منو بيه حرارة أكثر؟ الثلج لو المي؟ هذا هم تفاعل ماس للحرارة. ثلج زائدا طاقة نطاني ماء. يهل بيه حرارة أكثر. استاذ الماء مو صحيح؟ هسه هنا هم نفس الشيء. أي زائدا بي نطاني سي، مو نطاني سي. زين هاي الاي والبي شلون تحولن الى سي؟ بما انه التفاعل ماس، اذن هذا احتاج الى حراره امتص حراره حتى حتى يتحول للسي. زين استاذ افتهمناها. شو تفيدنا هذا؟ شباب منو حرارته اكثر؟ السي. اذن السي اللي فوق. وصلت لو ما وصلت؟ السي اكثر، اذن هو اللي فوق. اذن منو جوا؟ الاي زائدا البي. هذا شنو؟ هذا سهم ثابت من النواتج من هنا لهنا. هو منين جايك من الاي للبي ورايح للسي. هنا عم نسوي من الاي للبي ورايح للسي. وصلت؟ هاي وصلت. شلون اختاريناهن اللي اقل طاقة حطيته جوا. زين استاذ انا شلون احفظها؟ هي مبينة بايات مال درج، بايات مال طاقة. اول باية اقل وحدة بها طاقة، اقل شيء بها طاقة اللي هي من هي الاي والبي. استاذ شلون عرفته؟ من شفت التفاعل ماس. اذن التفاعل ماس، اذن هذا احتاج لطاقة حتى شو يوصل للسي. وصلت لو ما وصلت؟ وصلت. اذن هذا احتاج لطاقة حتى يوصل للسي. امتص الطاقة يلا صار سي. اذن هذا كانت حرارته اقل، فاذن هذا اللي جوا يصير وهذا اللي فوق. استاذ انا اقدر احفظ حفظ؟ اي اقول لك اذا تريد احفظها حفظ التفاعلات الماصة تصير بالباية اللي جوا، بس تخربط بيناتها. اذا ما تفهمها فهم تنساها. زين استاذ بعد شكتب؟ زين هو ماس طاقة لو نقطة طاقة؟ بما انه ماس طاقة اذا السهم يدخل. اكو سهم مال طاقة. يعني شنو؟ يعني هنا تكتب له طاقة، يعني دخلت له حرارة. ماس طاقة سحب الحرارة. ماس للطاقة دخلت لي جوا، صارت اي زائدا بي نطاني سي. وهذا ثابت، هذا مؤشر الحرارة. هنا تكتب طاقة، هذا ثابت. هذا الرسم مال هذا. نجي على التفاعل. هسه راح نجي على التفاعل الباعث. زين استاذ هذا شلون انت عرفت باعث؟ الطاقة وين؟ الطاقة بالنواتج. بما انه كاتب لي الطاقة بالنواتج، فاذن هذا التفاعل مالتي باعث. لما قال لي ارسم مخطط طاقة، علمني استاذ محمد اول ما ابدي ارسم بايتين. تريد تفهم فهم، تريد تحفظ حفظ، بس انا افضل لك انه تفهم فهم. استاذ شوف هسه هذا التفاعل اي زائدا ب نطاني سي، يعني تفاعل لا على التعيين. اي زائدا ب نطاني سي. هذا التفاعل شنو؟ باعث. وصلت؟ يعني شنو؟ يعني بعث طاقة يلا وصل لهنا. زين منو على طاقة؟ هسه هنا هذا كانت عنده طاقة عالية، مو تمام؟ بعثها دزها برا يلا تحول لي وين؟ يلا تحول للسي. اذن السي طاقته اعلى لو هذا؟ استاذ هذا على طاقته، اذن السي اقل طاقة. وين نكتبه لي جوا. وصلت. بس استاذ
اقدر اقلبهن؟ لا ما تقدر، غلط، دير بالك تقلبهن، ترى كل حكينا يروح. استاذ زين اقدر احفظ حفظ؟ اي تقدر تحفظ حفظ، بس تنساهن. شلون تحفظ حفظ؟ تحفظ اذا التفاعل مالتي باعث، فاذا النواتج تصير جوا، وهذا يصير لي فوق، المتفاعلات تصير لي فوق. وصلت؟ الاي زائد ام بي لي فوق. استاذ شلون عرفت لي هذا فوق وهذا اللي جوا؟ اقول لك حسب الطاقة. يا هو ليش سموه مستوى طاقة؟ هو مستوى طاقة. هذا المستوى مال الطاقة نايا طاقة. شباب شوف، هذا مستوى الطاقة، يعني منها تبدي الطاقة من القليل إلى الأعلى، يعني الطاقة جاي تبدي من القليل إلى الأعلى. شوف شباب، هذا السي ليش خليته لي جوا؟ ركز وياي، ركز. السي ليش خليته لي جوا؟ خليته لي جوا لأن طاقته قليلة. زين استاذ شلون عرفت طاقته قليلة؟ أنا أقول لك طاقته قليلة عرفته. شلون؟ هسه أنت مو عندك أي وبي، هذا التفاعل أنا ميزته باعث. شلون استاذ ميزته باعث؟ نطاني الطاقة بالنواتج. اوكي زين التفاعل الباعث شي يصير به؟ هو يبعث حرارة، يعني قبل لا يبعث كانت عنده حرارة لو ما عنده؟ عنده. عالية لو مو عالية؟ عالية. اذا هذا حرارته اعلى من هذا، مو وصلت؟ هذا حرارته اعلى من هذا لان فقد جزء من الطاقة، فاذا هذا وين ينكتب لي فوق، وهذا اقل طاقة وين ينكتب لي جوا. السهم ثابت. استاذ ليش ثابت؟ من الاي والبي لي وين رايح؟ للسي. وهنا من الاي والبي للسي. زين استاذ هذا منطي طاقة لو ساحب طاقة؟ هذا منطي طاقة، اذا باعث مشتتها للطاقة، مشتتها. استاذ ما افتهمنا، ناخذ مثال ثاني وثالث ورابع لحد ما تفتهم. عيني انت. موافق. شوف شباب، خلنا نجي على سبيل المثال، خلينا نقسم السبورة هالمرة. شوف عيني شباب، على سبيل المثال خلنا ناخذ فد مثال بسيط. H2O وين رايح؟ رايح لل H2O. تمام. هنا من الصلب لي وين متحول للسائل. وصلت. دلتا اتش مالته شنو هذا؟ هذا موجبه. وصلت. على سبيل المثال سي زائد O2 نطاني CO2. هو شي يقول لك ارسم مخطط الطاقة. خلنا نجي نرسمه شباب. انا قلت لك من تسمع كلمة ارسم مخطط الطاقة ايش ترسم لي؟ ترسم لي انت من يمك مربعين، هذا مربع وهذا مربع وهذا مربع الثاني. رسمت مربعين شباب. اجي اشوف التفاعل مالتي ماس لو باعث. ارسم هذا همين، خل اخلص منه. شنو هذا شباب؟ هذا جاي يقول لك هذا مستوى الطاقة، تبدي من الاقل للاعلى. شباب هسه من النهاية التفاعل مالتي ماس، يعني شنو؟ يعني احتاج حرارة حتى يوصل لهذا الوجه، مو تمام؟ يعني كان ايش ينقصه؟ كان ينقصه حرارة. اوكي زين هذا لو هذا حرارته اكثر استاذ، هذا بما انه ماس حرارة، يعني هذا كان ما عنده حرارة، امتصها وين راح صار لل H2O. اذا هذا حرارته كانت قليلة، مو تمام؟ وبعدين صارت هواي. اذا حرارته القليلة وين اكتبه؟
اكتبه لي جوا، والحرارة اللي فوق الحرارة العالية اكتبه لي فوق. هنا سائل وهنا صلب. تمام؟ هنا صلب. زين هنا هو ماس لو باعث للحرارة؟ ماس. اذا السهم وين رايح؟ السهم داخل لهنا. وصلت لو ما وصلت؟ وصلت ان شاء الله وصلت، واذا ما وصلت هسه هنا هم توصل. شباب ارسم مخطط الطاقة. طبعا هنا راح ينطيني دلتا اتش سالبة. انا قلت لك من تجي شوف ارسم مخطط الطاقة تسوي لي مربعين. وصلت لو ما وصلت؟ هاي وصلت استاذ. شوف شباب التفاعل باعث. خلينا نرسم هذا السهم. شباب التفاعل باعث للحرارة. التفاعل باعث للحرارة يعني كانت هسه اني من اصرف فلوس مثلا اني كان عندي 500,000 تمام، وصرفتهن يعني بعثتهن يعني شمرتهن. ايش وقت كنت زنقين؟ قبل ما اصرفن لو بعد ما اصرفن؟ لا قبل ما اصرفن. مو تمام؟ كان مستواي عالي بالدخل. فاذا هنا همينه. شوف شباب هنا كانت عنده طاقة وبعثها. زين منو اقل طاقة هسه؟ يعني هنا مو كان عنده طاقة وبعثها، عكس هذاك كانت ما عنده طاقة وامتصها، هنا بعثها. هنا من فقد طاقة شو تحول للسي او 2؟ اذا سي او 2 قليل الطاقة ينزل وين؟ لي جوا. احنا القليل الطاقة نزله لي جوا، سي او 2 النزله لي جوا. وهنا اكتب سي زائدين او 2. وصلت؟ استاذ فهمت؟ اقدر احفظ لحد الان اقول لك تقدر تحفظ. من نشوف التفاعل باعث شي يصير؟ تصير المتفاعلات لي جوا. اجي ارسم المخطط. السهم منين جاي منه. خلاص هنا الطاقة وين؟ تفاعل باعث. تفاعل باعث. اذا طاقة طلعت. شفتوا شباب شلون ميزتها؟ ميزتها انه حسب تسلسل الطاقة عندي القليل اخلي لي جوا، والهواية طاقته اخلي لي فوق. وصلت؟ ان شاء الله وصلت. واذا ما وصلت انطيكم مثال اخر. نروح على مثال اخر. هو ناطيني اياه بالكتاب. خلنا نجي ما نباوع على الحل مالته. احنا نحله. طوني قلم. هذا القلم. شباب ارسم. شوف شلون يجيك بالوزاري مثال. ارسم مخطط الطاقة للتفاعلات الآتية. انا ادري لحيت بالموضوع هو ما يسوى. شوف شباب هاي اللي قلت لك عليها انه ينطيك قيمة للطاقة بالمتفاعلات. اذا هذا التفاعل شنو هو؟ هاي ترى نفسيته لو كايب لك زاد طاقة نفسيته لا يخوفك، ما يخوف كلبك اصلا. من كاي مو انا قلت لك عليها، قلت لك من كاتب لك رقميا يعني هي نفسيته زاد طاقة. شوف شباب خلينا نجي نرسمه هنا. لما قال لي ارسم مخطط الطاقة راح هنا نسوي مربعين، هذا مربع وهذا مربع. وصلت لو ما وصلت؟ قال لي من مخطط الطاقة نرسم مربعين. زين هنا التفاعل شنو هو؟ طاقة مكتوبة وين؟ بالمتفاعلات. اذا التفاعل مالتي ماس. من شفته ماس شباب؟ يعني التفاعل محتاج حرارة يلا صاير نواتج. يعني المتفاعلات كانت قليلة الحرارة. اذن ال H2O وين تنزل لي جوا. شوف صارت سهلة. وال H2O هذا استونا حلينا. ال H2O السائل وين صارت لي فوق. السهم ثابت. شوف هنا جاي هو من الصلب للسائل. انت من هنا ودي من الصلب للسائل. هنا هذا مخطط الطاقة هم ثابت. بما انه ماس اذا مدخل حرارة عليه السهم يدخل لي جوا هذا الثالث. خلاص هذا مخطط الطاقة. نجي ناخذ شباب المثال الاخر.
هذا المثال هم خلينا نحله بنفس المكان. شوف شباب، هذا احنا ما نريد نطلع الحل، نريد نطلع بس السؤال. CH4 زائد 2O2 ينطيني CO2 زائد 2H2O. شوف شباب، همين نفس الملاحظة اللي قلت لك اياها. وين كاتب لك اياها؟ كاتب لك اياها رقميا، ما عليك بالموجب والسالب، ما عليك، لا ترى ملزوقة، هاي ملزوقة ويا. اذا هنا التفاعل باعث. ليش؟ لان كاتب لي هنا زائدا طاقة، اعتبرها زائدا طاقة، ما يخوفك، اعتبرها زائدا طاقة. هنا بما انه كاتب الطاقة بالنواتج، فاذا التفاعل شنو مالتي؟ باعث. من قال لي ارسم مخطط الطاقة؟ من قال لي ارسم مخطط الطاقة؟ راح اجي ارسم له سهم. استاذ محمد قال لي ايش ترسم له؟ ارسم له بايتين، هاي باية وهاي باية. وصلت لو ما وصلت؟ شباب هذا باعث للطاقة، نطى طاقة، يعني كان عنده طاقة لو ما عنده؟ عنده. اذا المتفاعلات وين تنكتب؟ اذا المتفاعلات كانت عندها طاقة بس بعدين نطتها، يعني من نطتها صارت قليلة الطاقة. اذا هذا اقل طاقة صار عندك CO2 زائد 2H2O. هذا سهم، او العفو هسه عوف السهم. ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك CH4 2O2 CH4 زائد 2O2. بالنسبة للسهم ثابت من المتفاعلات. النواتج هنا هم طالع من السي، هنا داخل. باعث للطاقة، اذا نطى طاقة. خلص هذا هنا تكتب مستوى طاقة. وصلت عيني؟ ان شاء الله وصلت. واذا ما وصلت اعطينك عندك 6 واجبات تحلهن، 6. هو ما منطينا عليهن اصلا، بس هاي يعني جاي اقول لك خاف يجينا اياه، لان هو نعطيك كموضوع، هو كموضوع نعطينا اياه بس ما نعطي عليه امثله. مثل ما قلت لك شباب، لما نقول لك ارسم مخطط الطاقه ترسم له بايتين، تفكر بينك وبين نفسك. اذا التفاعل باعث يعني هذا ايش كان عنده؟ كان عنده طاقه، مو تمام؟ وبعثها، يعني المتفاعلات كانت طاقتها عاليه وبعثتها. اذا النواتج ايش بيها؟ اذا طاقتها قليله لان المتفاعلات بعثت اللي عندها، فاذا المتفاعلات تنزل لي جوا، العفو النواتج تنزل لي جوا والمتفاعلات تصير لي فوق. بالنسبه للتفاعلات الماصه، هذه شنو؟ التفاعل كان ما عنده طاقه وامتص وصار نواتج. اذا المتفاعلات كانت محتاجه طاقه، اذا ما عندها طاقه، اذا المتفاعلات تتخلى لي جوا وهذا اللي فوق. تريد تحفظ حفظ، تريد تفتهم فهم، بعد انت بكيفك مخير، وانا افضل الفهم. هاي بالنسبه لها شباب. هذا الفراغ وزاري. قبل ما ندخل بالمسعر، هذا فراغ وزاري اجانا بسنه من السنين. تقسم التفاعلات الى قسمين. شنو هاي القسمين؟ تفاعلات ماصه. تقسم التفاعلات الحراريه الى فراغ وفراغ. اجانا 3 درجات، بس تكتب ماصه وباعث للحراره، او ماص للحراره وباعث للحراره. انت راح تخلي 4 درجات وتجيبك باعث سهوله. يمكن هذا بال21 اعتقد. تقسم التفاعلات الحراريه الى قسمين، تفاعل باعث وتفاعل ماص. دير بالك عليه. شبابنا الحلوين، نروح للمسعر. خلينا نشوف وقت محاضرتنا ايش قد صار مخرجنا. نكمل اليوم لو ما نكمل؟